السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، كنتمنى إن شاء الله فيديو ديال اليوم يلقاكم في تمام الصحة والعافية وتكون أموركم كلها على ما يرام. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة روعة الحياة. اليوم إن شاء الله غنقدمو سيجار بالسبانخ، كيجي رائع مقرمش ولذيذ جدا. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. وبداية نصلي جميعا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كما كتشوفوا معايا حبيباتي، فغادي ناخدو واحد البصلة كبيرة غنشلضوها لقطع صغيرة، وغادي نديروها في مقيلة مع واحد المعلقة ديال الزبدة، وغادي نشحروهم مع بعضياتهم. غنحتاجو كذلك السبانخ اللي كما كتشوفوا فغسلتهم مزيان وقطعتهم. وغنحتاجو بالنسبة للتوابل معلقة صغيرة ديال الكمون، نص معلقة صغيرة ديال الابزار، وشوية ديال الملحة حسب الذوق. اذا فوق نار مهيلة كما كتشوفوا معايا، فوضعت البصلة مع ديك معلقة ديال الزبدة حتى طاحت البصلة شوية، من بعد ضفت عليها التوابل اللي عندي، وهكذا غنستمر في التحريك حتى تطيح البصلة مزيان. وبعد ذلك غادي نضيف قطع السبانخ اللي عندي، نضيفهم فوق البصلة، وغادي نسد عليهم حتى يطيحوا وينقصوا في الحجم ديالهم. فكما كتشوفوا معايا دغيا السبانخ غير كيتقيسوا شويه الحراره صافي كيطيحوا. غنبقى كل مره نضيف شويه بشويه حتى نكمل كميه السبانخ اللي عندي. فبالنسبه للسبانخ استعملت تقريبا واحد 5 ديال القبطات. المهم غادي نستمروا هكذا حتى نديروا السبانخ ديالنا كلها. ومن بعد غادي نحكو ضرس الثومه واحد فوق السبانخ ديالنا، وغادي نزيدو شويه ديال الثوم بودره، وغنخلطوا العناصر كلها مع بعض. وهنايا من بعد ما طابوا ليا السبانخ ونشفوا مزيان من الماء، فكما كتشوفوا معايا نشفتهم، غادي نخليوهم حتى يبردوا مزيان، وغنتقلوا باش نضيفوا ليهم الجبن المحكوك. كما ضفت ليهم واحد 6 ديال قطع جبنة الكيري، جبن مربع. غنخلطوا كل شيء مزيان وغنتقلوا باش نصاوبوا لي سيجار ديالنا. فكما كتشوفوا معايا غادي نحتاج ورقه ديال البستيله، عندي انا هاد الورقه كبيره شويه، غادي نقطعها على 4. ومن بعد غادي نوضعوا الحشوه بهذه الطريقه، كندهنوا ببياض البيض باش تلصق لينا الورقه صافي، وكنلويو بهذه الطريقه سهله جدا. كما كتشوفوا معايا فكناخذوا الورقه. بالنسبه للورقه فالجهه الملسه كنديروها لتحت، والجهه الحرشه كنديروها لفوق. فكنوضعوا الورقه ديالنا، كنديروا فيها واحد الكميه ديال الحشوه، كندهنوا بياض البيض، وكنسدوا بهذه الطريقه. السيجار كيجي يعني هو ساهل احسن من البريوات بالنسبه للطويه ديالو.
صافي غادي نستمروا بنفس الطريقه حتى نكمل الحشوه اللي عندي ونكمل الورقه اللي عندي كلها. صافي من بعد ما كملت لي سيجار ديالي بحال هكا كاملين وعمرتهم، فكنديروهم في صفيحه ديال الفرن وكنفرشوا ليهم ورق الزبده. صافي كنشعلوا الفران ديالنا باش يسخن، ولي سيجار ديالنا كندهنوهم بالزبده مذوبه. صافي كندهنوهم كاملين مزيان بالزبده، ومن بعد غادي ندخلوهم الفران اللي غادي يطيبوا من التحت اولا، من بعد كنشعلوا عليها من الفوق باش يتحمروا. وهنايا كما كتشوفوا من بعد ما خرجت السيجار ديالي من الفران كيكونوا بحال هكا واجدين، كنقدموهم سخونين كيجيو مقرمشين وهائلين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. فهاد لي سيجار ما كيخطاونيش في رمضان، كيجيو زوينين بزاف في الفطور. كنصحكم انكم تجربوهم. وبالنسبه للدراري الصغار اللي ما كياكلوش السبانخ لانهم صحيين، فبهذه الطريقه غياكلوهم 100%. شكرا لكم على حسن التتبع، تلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا فيديوهاتي ما تنساوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.